تنتكلموا على هذا الموضوع ديال الاسعار. انا كنظن بان الحكومه ارتكبت بزاف ديال الاخطاء استراتيجيه، لا في التواصل ولا من ناحيه التدبير الزمني. ما تتعرفش تختار الوقت المناسب باش تاخذ بعض القرارات وباش تبنى بعض السلوكات وباش تخرج بعض الخرجات. اليوم عرفتي عندي بزاف ديال النقاط مهمه. اليوم مثلا الاسعار هي ما بقاتش بذاك الارتفاع اللي كانت، ولكن انا عندي احساس يعني بقى دكتور عذرا على المقاطعه، بعض المواد الاستهلاكيه الاساسيه طالعه. لا مازال ماشي ما رجعناش للاصل، ولكن كاين شويه ديال الرحمه، كاين شويه ديال اللطف الحمد لله. ولكن انا مقتنع بان هذا اللطف هذا ما جاش بمجهود ديال الحكومه، ان الحكومه برهنت لنا على عقم التدخلات ديالها وعدم النجاعه ديالها وضعف التدخلات ديالها، والتدخلات ديالها مشتتين ماشي داك الشيء دقيق وفعال. وكتمشي تتشد، انا كنقول لك خصك تشد الدور من الكرونو وتحمل المسؤوليه وتزيد لقدام وتاخذ جميع القرارات اللي خصها باش تخدم المواطن. هذا الشيء ما دارتوش الحكومه كانت حشمانه، كل خطره كدير ضريبه، خطره نقصات هذه شهر ونص حيدت الضريبه على استيراد الابقار. وراني شكون الناس اللي كيشريو دابا هاد الابقار البرازيليه اللي داروا لنا الشوهه. سولت انا الجزار الاول والثاني، مشيت كنسولهم كي داير هذا اللحم ديال البقر واش كتشريوه؟ داروا لي واحد الحركه بوجههم يعني قرف. اش غنشريو في هذا اللحم؟ كحل قال لك هذا الشيء كي غدير تشريه؟ والفرق بينه وبين اللحم ديالنا 10 ديال الدراهم. واش حنا ناس عندنا حضاره، عندنا ذوق، حنا عندنا ذوق، حنا عندنا 1200 عام غادي نتقارنوا مع دول عاد خلاقت ناكل نفس اللحم ديالهم؟ راه ما يمكنش، راه حنا عندنا تقاليد، عندنا اعراف، عندنا ذوق، عندنا امور جايبين لنا هذا تدخل، هذا تدخل باش نقسم الثمن ديال اللحم. فين هي النجاعه ديال التدبير هذا؟ زادوا من بعد دابا عاوتاني البارح ولا هذه يومين وانا كنشوف تدخل ديال السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومه، قال بان عاوتاني يرفعوا الضريبه على المعدات والاسمده الفلاحيه. علاش؟ باش نخفوا على الفلاح. وعلاش هذا الشيء ما خديتوش النهار الاول؟ علاش ما درتوش الدقه الاولى، الثانيه، التدبير الثالث، التدبير الرابع، التدبير الخامس؟ يلا مطيشه ترجع ديك الساعات ب3 دراهم والبطاطا ترجع ب3 دراهم وانتهى الامر. بقيتوا كتمخطوا فينا شهرين و3 شهور، حنا كنتمخطوا. الاسبوع المقبل ان شاء الله سيكون هناك انخفاض. خرج وزيره من الناس تقول لك ان شاء الله في الايام المقبله الاسابيع المقبله 3 شهور وحنا كنتمخضوا. فتمخض الجبل وولد فأرة. هذا هو اللي تنستاهلوا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنشوف نزيد ناكد لك على سلوك اخر في الندوه التي اسميها الندوه العمياء اللي كيدير الناطق الرسمي باسم الحكومه. ما فهمتش السيد الوزير كيتكلم، كيوريو لك هو في الصوره كيتكلم واقف في المنبر ديالو، والصحافه جالسين لهيه. ملي كينتقل المرحله ديال الاسئله ديال الصحافه، الكاميرا ما كتمشيش تصور الصحفي اللي كيوضع السؤال، كتبقى الكاميرا واقفه في الوزير. علاش؟ حيت لا حيت ما عرف علاش، انا ما عرفتش. المهم ما بقاوش يبانوا الصحافه. والصحفي ما عندوش الحق في الصوره ديالو تبان، والصحفي ما عندوش الحق يطرح السؤال وهو موجود. رجعت ندوه عمياء فيها طرف واحد، طرف الوزير هو كيجاوب، ولكن ملي كنجيو الصحفي غادي يطرح السؤال كنسمعوا غير الصوت. يجيب لنا شي مسؤولين اللي يكونوا كيحبوا هذه البلاد، ماشي مناسبه، كدير شي تدخلات ماشي هما هذوك. دابا تخيل الوقت اللي كان الغلاء فين واصل والناس كيتخبطوا في رمضان، واللي خسر الاجر ديالو في 10 ايام ديال الشهر كله خسروه في 10 ايام الاولى ديال رمضان، وراه جالس كيسلف الى اخره. وكيجي المدرسه كتقول له خصك تخلص المصاريف ديال الدراري، ويعيط لهم مالين التليفونات، ولا سيدي راه الفاتوره الاولى والثانيه راه ما مخلصاش، ويعيط لهم الكرا راك ما مخلصش الكرا. وهادو معذورين، هادو راه بحالهم بحال المواطنين، هادو شركات ولا مواطنين. وبالرغم من الانتقادات، علاش كثير من شركات الانتاج ما كتقدمش منتوج كيحترم الجمهور المغربي؟ كيفاش يمكن الفن يميز وينال رضا الجمهور؟ تنقولوا خصنا نكونوا مرتاحين ونسهروا على مصلحه المواطن
وتنطلبوا من الناس يخرجوا يتواصلوا ويشرحوا لهم، وقلنا ملي ما غاديش يتواصلوا مزيان وما يقولوش الحوايج اللي هي مزيانه واللي غتطمئنوا واللي غنبنيو بها البلاد ديالنا ونمشيو ونزيدوا للقدام، والمساعد المواطن يحس براسو عنده مخاطب، عنده حكومه كتخاف عليه، عنده حكومه كتحميه، عنده حكومه كتسهر عليه. الا ما يحش قلت الحكومه غير تبقى بلاش، غير ما يهضروش الا غيبقاو الا غيستفزوا الناس. اذا ملي نخرج شي حاجه بحال هكا راه كنزيد نستفز، كنزيد نضغط على هذاك المواطن. الحمايه الاجتماعيه راه مشروع مهم جدا، وقلناها بانه مشروع مهم كنامنوا بها ومشروع كنفتخروا به. كنتمنى ان التنزيل ديالو يكون في احسن ظروف. راه السيد رئيس الحكومه قال بانه راه غادي في الخطوات ديالو الحمد لله الى الامام، كنتمنى، ولكن كان بامكاني ناخذ غير هذه المبادره ونقول له يخليكم ما تصيفطوش الصندوق الوطني للضمان، الله يجازيكم، ما تصيفطوش للمواطن دابا داك الرساله اللي كتقولوا كنسالك، والا راك ما غتستافدش من الخدمات. خلي تندوزوا هذه الازمه شي شويه، راه الانسان كيدابز مع العيش، مع لقمه العيش ديالو. جات الحكومه عاوتاني غاده دابا بتدبير اخر بالنسبه لنا اللي كننتظروه. شنو هو؟ الحكومه التزمت باش غادي تخلق مليون منصب ديال الشغل. جالس كنبحث تلقى بانه خرجت الحكومه بهذا المشروع ديال الاوراش ودات المرحله الاولى اوراش واحد في 2022. قال لك تم توظيف خلق منصب ديال 103,000، قولوا 100,000 منصب. ودابا في 2023 غادي يخلقوا 250,000. باش تكون هي 350,000 باش نساليو داك الالتزام ديال مع الولايه ديال الحكومه، وغادي نوظفوا مليون. اتنتمنى، ولكن ارى نشوفوا هاد اوراش اشنو قال لك. اسيدي اوراش كيخدموا فيها اللي ما عندهمش الشواهد، كيخدموا فيها اللي ما عندهمش الشواهد، اللي مهمشين، اللي ما عندهم حتى شي تجربه في العمل وما قارينش، وكنخدموا فيها الناس اللي طردوهم بسبب الجائحه بكوفيد اللي تطردوا. انا بغيت احصائيات ديال هذا الشيء هذا، لان اللي كيهمني هي الاستمراريه ديال العمل ديال هذا الشخص. عرفتي في حوافز مهمه، راه الشخص ملي كيشتغل الدوله كتعطي للمشغل ان كيشغلوهم جمعيات، يعني مجتمع مدني، شركات ديال الخواص، مؤسسات عموميه اللي كيشتغلوا هاد الناس، كيشغلوا هاد الناس. وقال لك ما كيشدوش قل من الحد الادنى. دابا واش انا هذه غادي نطيقها؟ انا غنطيق ان هادو اللي كيشتغلوا دابا في اوراش غادي ما يشدوش قل، والناس اللي كيشتغلوا دائما وبعقد العمل كيشدوا قل من الحد الادنى. هذه سنوات